يا محمود، يا حودة، يا محمود. بعدين بقى انت يا زفت فيها كل شويه زفت زفت زفت. طب تعالى يا حبيبي، مالك يا حبيبي؟ انت ليه ما بتقعدش معايا؟ مخنوق يا ماما، انا مخنوق وزهقان وقرفان ومتضايق. يعني انا مش فاهم انا اعمل ايه. طيب حياتي متلخبطه يا ماما، انا حياتي متلخبطه. عارف ليه انت متضايق؟ عشان انت بعيد عن ربنا يا حبيبي. قرب من ربنا اكتر من كده. ده ربنا بيقول اقرب مننا للحبل الوريد، ويقول لك اللي قرب منه شبر قرب منك دراع، قرب منه دراع. يعني ربنا ده لما بتلجأ له بيبقى جنبك. صلي يا محمود، صلي يا حبيبي، صلي ربنا يهديك وقرب من ربنا اكتر من كده. ان شاء الله ربنا هيفرجها. طب وانا اعمل ايه طيب في اصحابي المتضايقين دول؟ اصحابي كلهم، كل واحد كل ما حد ابقى قريب منه بيزعل مني يا عم، بيزعل مني. لا ما تخافش يا حبيبي، هم زعلانين منك، ما يمكن من حبهم فيك زعلانين منك. يعني انت شايفه كده؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من صوت العقل. حلقه النهارده يمكن متاخره شويه. عارفين ليه؟ هقول لكم ليه. عشان بقالي فتره كبيره كنت بحضر للحلقه دي. الحلقه دي جت عن تجربه طويله جدا، عن حاجات حصلت لي في حياتي. انا هحكيها لكم باختصار عشان الوقت كتير جدا اللي عديت بتجربه قبل كده، يعني من الفترة اللي فاتت لحد دلوقتي. تجربة صعبة جدا، علمتني حاجات جميلة جدا. علمتني ان انت ما تخسرش صاحبك، علمتني ان صاحبك دوت هيفيدك في يوم من الايام، علمتني ان المصلحة هي اللي مخليانا كلنا متجمعين. صحيح ان الاحترام بيني وما بينك في الشغل حاجة جامدة جدا، بس الصحوبية ليها مكانة كبيرة جدا. انا معزتي عند صاحبي حاجة بحترمها جدا، صاحبي اللي بقدره، صاحبي اللي بحترمه. صحيح ان الناس شايفة ان الصحوبية ديت مواقف ومصالح و الا انا بشوف ان هي حاجة تانية خالص. الفترة اللي فاتت اللي انا عشتها ديت عرفت مدى اهمية الصداقة. ومهما ان يكون بني ادم معاك صريح وصديق معاك دايما، يحترمك في وقت ازمتك ويحترمك في وقت زعلك. عرفت الفترة اللي فاتت ان الفشل ملوش وجود، وان انت يا تنجح يا تنجح. علشان تنجح لازم تفشل، وعلشان تتعلم لازم تقع مرة واتنين وتلاتة. صحيح يقولك الغبي بيقع اكتر من مرة، بس الذكي بيتعلم من الخطأ. صحيح، بس كل مرة بيبقى ليها سبب معين. دايما بتلاقي يقولك البليد حجته مسح التختة. الفترة اللي فاتت اتعلمت قد ايه ان الشغل مهم، قد ايه الحياة دي كويسة. صحيح يقولك يا عم الحياة دي عادية جدا بتاع. لازم يكون عندك حلم وامل وحاجة للمستقبل، بس اهم حاجة في حياتك ربنا. قرب من ربنا وخلي في حياتك التسامح. ربنا الغفور الرحيم، انت مش هتسامح؟ ربنا الحاكم والحكيم، انت خلي عندك قلبك صافي توصل للمستوى الكمال. صحيح مفيش بني ادم كامل، بس حاول توصل ان انت تكون بني ادم كامل. واهم اسباب ان انت تكون بني ادم كامل يكون عندك التسامح، يكون عندك صفاء في قلبك. اشوفكم الحلقة الجاية لو كان في حلقة جاية. محمود عدلي او محمود نمنم. محمود نمنم.